عليكم ورحمة الله وبركاته. تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر في السعودية. طيب خلينا نقول بس في الأول، هل المباراة دي كانت بالنسبة لنا كانت ممتعة كجماهير أو نقاد أو الكلام ده كله؟ لا خالص. الأجواء كانت جميلة، الشكليات كانت جميلة جدا جدا جدا، ولكن مباراة بلا طعم. يعني ما حسيناش بمباراة كده اللي هي فيها فعل ورد فعل فعل ورد فعل. ما شفناش المهارات الفردية، ولا شفنا مواقف واحد ضد واحد في حد عنده فنيات عالية بيتخلص من المدافعين بشكل كويس. ما كانش فيه يعني المباراة بالنسبة لنا ما كانش لها طعم قوي يعني بصراحة. يعني كان بتكلم كمجمل مباراة الأهلي والزمالك ما كانش لها طعم، ولكن اي فريق بيبقى طبعا عنده التارجت بتاعه ان هو يكسب البطوله ويحقق البطوله ويستفاد ماديا بشكل كويس. كانت الاستفاده الماديه بشكل كويس بالنسبه للنادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم عن قفشه وامام عاشور. يمكن قفشه برضو بيثبت ان هو لعيب بلاي ميكر على مستوى عالي جدا. يعني بلاي ميكر عنده رؤيه، يمكن حتى في الهدف بتاع امام كان برضو فيه فيجن عالي جدا، والهدف التاني برضو فيه كنترول وفي تكنيك على مستوى عالي جدا 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 يدرس يعني. وركنة الكورة واحساسه بالمكان واحساس الزاوية وبيحطها. لا قفشة برضو لعيب كبير جدا جدا جدا. يمكن طبعا نادي الزمالك يمكن برضو كان مستحوذ برضو في المباراة بشكل كبير جدا. الكرة دايما كانت في رجل نادي الزمالك، ولكن طبعا المباريات دي بتبقى محتاجة حسم يعني. فخلينا نقول النادي الاهلي بتفوقه برضو بامكانيات لاعيبته، قدروا برضو بالمهارات الفردية بتاعتهم ان هم برضو يخلصوا المباراة، وهي كلها برضو امور فنية عالية يعني بالنسبة للنادي الاهلي. لكن مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته، مبروك لجماهير النادي الاهلي. كانت مباراة جميلة فيها استفادات كتير جدا 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 جدا. فطبعا مبروك للنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك. شكرا.